السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضه الاس يو في الكوبيه ابتدعتها البي ام دبليو اكس 6 في الزمن الحديث، والبراندات الثانيه قلدتها. فجبت لكم النهارده الشركه المتخصصه واول شركه طلعوا بيه او السباقين في الاس يو فيز او كروس اوفر في السوق. معانا النهارده الرينو اركانا. من فئه الكومباكت اس يو في، تاني اكبر فئه في مجموعه الكروس اوفر والاس يو فيز. طبعا هي كروس اوفر لانها يوني بادي، ما فيهاش اي امكانيات اوف رود خالص. طيب هم عندهم الرينو. طيب هتقول لي الرينو الاسترال او الكانجار القديمه. طبعا الاسترال اكتر اللي هي اقرب ليها كشكل وكتكنولوجيا، ولكن دي اللي هي الاكثر رشاقه بتاعتها واقل عمليه ومساحات من جوه. يعني الستايل بتاعتهم الاس يو في الكوبيه. تمام. طيب زي كده بالظبط زي ايه من عربيات بتنزل بنفس البادي ستايل ده؟ الفولكس فاجن تايجو، الستروين سي 4، والمازدا ام اكس 30. سعرها في سوق الجديد بيبتدي من 30,000 يورو وبينتهي عند 39,000 يورو. طيب قصه العربيه دي ايه؟ جم في 2019 طلعت في روسيا اول ظهور ليها، لكن هي كانت مبنيه على قاعده عجلات الرينو كابتشر الجيل الاول منها وداسيا داستر. داسيا على فكره داستر مش رينو. ولكن جم في 2021 بالتعاون مع كوريا الجنوبيه وجهوا عربيه للسوق العالمي والسوق الاوروبي اللي هي سموها الرينو اركانا او سموها السامسونج اكس ام 3. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. تمام. والعربيه دي بتتصنع بالكامل في كوريا الجنوبيه وكازاخستان، فهي مش اوروبيه. زي ما قلنا دي كده اللي هي الشكل بتاع 2021 اللي هو كول اكتر او اكثر حداثه من اللي هو النسخه الروسيه. قبل ما نكمل افكركم دايما بتقسيمه الفيديو لمجموعه من المقاطع. لو عايز تتخطى لاجزاء ثانيه من الفيديو موجودين في السكرول بار تحت. ولو انت اول مره تزور القناه فيا ريت طبعا تشترك معنا في القناه وتفعل زرار الجرس ان شاء الله، عشان لما اقول لك اول ما ننزل الرينو استرال الجديده جدا. ولو بتدور على تقييم عربيه معينه اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنب كلمه دليلك هتطلع لك ان شاء الله. لو ما طلعتش لو انا في الكومنتات تحت وانا اعمل لك ليها تقييم. لفه حول العربيه ونرجع لكم تاني. كسيفتي واخدت حسب تقييم اليورو انكاب 5 نجوم من 5، وخدت كسيفتي للبالغين 96%. ممتازه في السيفتي لانها بتنزل بعده سيفتي كتيره جدا. 6 اير باجز، اي بي، اي سي سي، اللينكيب اسيست، سبيد اسيست، اي بي، بيدستريان وسيتي وسايكلست وانتر ايربن. وبالنسبه للالوان الخارجيه بتنزل بيها فهم 8 الالوان ممكن تختار ما بينهم، وجنود ما بين 17 و 18 بوصه. قدم باربع فئات في العالم واوروبا. اول حاجه اللي هي الايكويليبري، ودي بتنزل بجنود 17 بوصه الوي ويلز، بيبقى فيها تكييف اوتوماتيك، بيبقى فيها الشاشه الصغيره ال7 بوصه، بيبقى اضواء النهاريه بتبقى ال اي دي، وبيبقى فيها فوجات اماميه. ثم بعدها التكنو، ودي بتنزل بجنود ال 18 بوصه، بيبقى فيها امبت لايتنج، بيبقى فيها الشاشه البورتريه الكبيره ال 9.3 بوصه، وفيها الديجيتال كوكبيت ال 10.2 بوصه، وحساسات ركنه خلفيه، وكذلك برضو كاميرا. ثم بعد كده الراديو بتاعتها كالعاده ار اس لاين، دي بقى بتنزل بيبقى فيها تدفئه وتبريد للمرايات والكراسي، بيبقى فيها كاميرا 360، بيبقى فيها كراسي رياضيه، بيبقى فيها اكسدام رياضي الخ تقفيل برضو الومنيوم جوه للبدلات وبعض الاجزاء من جوه. واخر واحده خالص اللي هي اللكجري بتاعتها او البريميوم اسمها الاي تك انجينيرد، دي بتنزل بتطعيمات جولد ذهب من جوه ومن بره، بيبقى كراسي كهرباء، بتنزل بنقل حركه بيبقى الكتريك مش ميكانيكال. تمام. الجراسي كلها متقفله بالكنتاره جلد الكنتاره، وبيبقى فيها هيتنج لعجله القياده. طبعا اعذروني احط ايدي في جيبي، درجه الحراره صفر الحمد لله النهارده. تصميم العربيه دي كل زي عربيات الرينو كلها هتلاقوا مثلا نفس التصميم ده في الرينو كوليوس. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن الرينو كوليوس اللي هي الاكبر منها حجما، هحطها لكم في اللينك اللي فوق ده. الكاميرا الاماميه قدام، كبوت هجومي جدا طبعا في الكيرف الجميل جدا ده،
المفروض ان هو بيوفر في البنزين وبيزود بيقلل الدراج. هنا هتلاقي طبعا كبوت هجومي جدا، تجاعيده من هنا من هنا من هنا، كلهم في الاخر متوجهين لعلامه رينو الكبيره جدا معموله بالكروم، تطعيمات كروم فوق هنا. لكن هنا الشبكه من تاني فئه اللي هي اللي عندنا النهارده مش موجوده بالكروم، تنزل بس في الار اس لاين واخر واحده خالص. تمام، فهنا معموله بالبلاستيك، لكن هي طبعا شبكه حقيقيه، هوايات حقيقيه، وتحت برضو الشبكه الحقيقيه بالهوايات الحقيقيه بسبليتر صغير من هنا. من الجنب هنا الكشافات بتاعتنا كلها ال اي دي بالكامل. هتلاقي هنا واخده السي بروفايل الموجود المعروف بتاع رينو ال اي دي، والبقيه الكشافات كلها لما نيجي نورها زي ما انتم شايفين في بالليل بتبقى جميله جدا الصراحه يعني. هنا برضو تحت هنلاقي زي تجليده كده بالكروم مع فتحه تهويه حقيقيه للفرامل عشان تهوي على الفرامل وتقلل الدراج بتاعك، كذلك برضو حق البنزين. نقرب للعربيه، انتم شايفين طبعا ان فيها كيليس انتري، المفتاح في جيبي، المرايات ضم زي ما احنا شفنا، وفي هنا نقطه مراقبه عاميه. النقطه العاميه عشان لو عربيه عدت جنبك تقول لك. طبعا هنا الباب بيتفتح، هو كل ما قبل كده لازم يقفل، لازم تدوس تاني كده اهو وتفتح الباب بتاعك، ما اعرفش ليه يعني. في هنا تجليده كده غريبه معموله بالكروم والبلاستيك، ويل ارشز هنا صغيره شويه عشان تديك احساس انها اس يو في، وهي فعلا اس يو في زي ما شايفين، عاليه جدا عن الارض، لان عندنا خلوص ارضي في العربيه دي حوالي 20 سم، 20.1 بالظبط. الجنوط عندنا جنوط 18 بوصه اسف، بالشكل الوردي بتاعها ده. هتلاقي معموله من لونين، اسود يعني جلوسي شويه كده مع الجراي ده او الرصاصي ده. جميله الصراحه، عجبني جدا تصميمها. التصميم من نفسه من الخلف طبعا من الجانب قصدي هتلاقيه هنا في تنفيخه بس من هنا من الجنب، مديها شكل رياضي وشكل قوي الصراحه، شكل تخين، مديها كده تحس انك سايق حاجه تخينه وانت ماشي، مميزه جدا الصراحه. وطبعا هنا البلاستيكه اللي تحت السكيرتنج مع الكروما اللي لو فتحت الباب فهي مغطيه كل الاجزاء الشاسيه الداخليه للعربيه عشان ما تتوسخش، وعشان رجلك لما تنزل ما تحكش فيها. اهم حاجه بقى في العربيه دي المميزه الصراحه البروفايل الجانبي الجميل جدا، سلوبنج روف اللي جاي بالزاويه الجميله جدا مع الحته الصغيره السيدان بتاعت الشنطه دي اللي هو الاس يو في كوبيه اللي احنا عارفينه. انا بحب جدا الستايل ده الصراحه، هو شبابي جدا ورشيق جدا ورياضي الى حد ما، جميل 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 جدا يعني. هنا في ازاز فميه من الخلف جميل جدا، من ورا هنا الحته بتاعت الشنطه دي مع السبويلر الصغير ده جميله جدا. طبعا هنا الكشافات زي ما انتم شايفين ال اي دي الكامله، التيل لايت الحقيقيه اللي موجوده في كل عربيات رينو الجديده، اللي بترد في الاخر علامه رينو اللي معموله بالكروم. كلمه اركانا هنا مكتوبه بالبنطه العريضه، في زي نوع من الكلادنج هنا كده او التطعيم معمول بلاستيك عشان يديك احساس ان هو اكسدام، لكن طبعا مش اكسدام خالص، الاكسدام موجود تحت هنا تحت عادي. في هنا حاجه زي يعني سبليتر لكن هو مسدود طبعا ما بيعملش اي حاجه. بالنسبه للاختيارات الموتورة اللي بتنزل هم مش كتير خالص. كبوت يعني هو مش تقيل قوي لكنه طبعا هيدروليك زي ما انتم شايفين، في عزل حراري فوق ممتاز، غريب جدا مفيش اي شيلدنج خالص للموتور، كل حاجه باينه قدامي. زي ما شايفين في هنا كابلات كتير جدا، ده بسبب ان المواتير اللي بتنزل هم اتنين، واحد مايلد هايبريد وواحد بلاج ان هايبريد بنزين فقط. طيب انا كل المواتير مجمعها لكم اهيت، اللي يهمنا فيهم النهارده اللي هو المايلد هايبريد، تمام، اللي هو بيبقى فيه موتور صغير وبطاريه صغيره بس بتساعد في وضع الثبات انها تنطلق، توفر معاك في البنزين شويه. طيب اللي هو اللي عندنا النهارده اللي هو 1.3 اسمه تي سي اي مايلد هايبريد، زي ما قلت جر امامي، كلهم جر امامي، مربوط بنقل حركه اوتوماتيك اي دي سي اللي هو دول كلاتش لكن دراي. المستغرب جدا دراي دلوقتي احنا في 2022 في اوروبا، هو الدراي كان فيه شويه مشاكل لكن هو نزل دراي، نوع من التوفير يعني. لكن هو حجمه 1333 سي سي، بيولد معاه قوه حصانيه 140 حصان وعزم 260 نيوتن متر. سرعته القصوى 204 كيلومتر في الساعه، بتسارع من 0 الى 100 في 9.8 من الثانيه. معدل حرقه للبنزين 5.8 لتر لكل 100 كيلو. الشنطه في العربيات الاس يو في الكوبيه بتبقى طويله شويه لكن مش عاليه، طبعا هي يدويه، الكهرباء دي بتنزل بس في اخر فئه كاوبشن زياده ممكن تدفع له. زي ما شايفين هنا مفيش بروز تحميل خالص، فتاخد الشنطه بتاعتك الثقيله جدا دي مع السلامه. هنا في الحاله دي فسعه التخزين للشنطه 358 لتر، لكن هو مدي لك اوبشن ان يبقى عندك الارضيه الكدابه لو انت عايز تزود المساحه فبتنزلها، ده طبعا لو انت عايز تحملها تنزل الارضيه الكدابه دي، وكده اداك سعه تخزينيه للشنطه 508 لتر. زي ما شايفين قدرنا نحط ايه؟ قدرنا نحط شنطتين صفر كبار، 2 وسط و2 كاري اون صغيرين، فممتازه الشنطه دي. هي عميقه جدا لكن هي مش عاليه، تمام، لان بسبب طبعا ايه السقف الكوبيه، لكن احنا قدرنا نزنقها بالشنط دي على قد ما نقدر.
طيب تحت الارضيه الكدابه دي لو رفعتها كده هتلاقي في ارضيه ثانيه، لو رفعتها تحت هتلاقي عده التخزين بتاعتك، او لو كنت طلبتها بعجله ستيب. الاوبشنز اللي موجوده هنا ايه؟ هنا في اضاءه من فوق، مكان تخزين من هنا، اماكن لربط الشبكه من هنا، وبس كده. مفيش اي فتحات 12 فولت ولا خطافات خالص. تحس ان هم موفرين شويه في العربيه. وحتى برضو دخلت العربيه متاكله شويه من الشاسيه بتاع دخلت الشنطه اسف متاكله شويه من الشاسيه بتاع العربيه، عشان هي اس في كوبيه فعميقه جدا. فهتلاقوا الرف اللي فوق ده رف كبير جدا عشان نشيله، صعب بصراحه، متعب شويه. زي ما شايفين طبعا الرف كبير قد ايه، مش محتاجينه دلوقتي. طيب نزل الصف الثاني من الكراسي. هنا زي ما شايفين هنا مفيش خالص حاجه تمسك الاحزمه، فعلى طول بتخبط في الكراسي. وبكده ادالك سعه تخزينيه للشنطه 1338 لتر. للاسف عشان احنا منزلين الارضيه الكدابه فمش هتعرف تزقها، هتضطر اما تزقها ترفعها لفوق او ترفع الارضيه الكدابه عشان تاخد مساحه مستويه. من جوه نفس التصميمات اللي موجوده في العربيات الرينو الجديده كلها، نفس الداشبورد بالظبط اللي موجود في الرينو الجيل الثاني منها، اللي هي مبنيه على قاعده عجلات العربيه دي. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن الرينو دي، انا هحط لكم في اللينك اللي فوق ده، ممكن تبصوا عليها لان هي فيها تشابهات كتيره جدا كانتيريور من جوه، وعربيه برده مميزه جدا. هنتكلم لما نطلع بيها لما نطلع على الاسفلت. طيب عندنا هنا الديجيتال كلاستر او الديجيتال كوكبيت بتاعنا جميل جدا. عندنا هنا الشاشه الكبيره 9.3 بوصه البورتريه الطويله. هنا عجله القياده متقفله بالجلد الصناعي، تاثيره جميل جدا مع الخياطات الموجوده فيه. مالتي فانكشن ويل طبعا. الداشبورد بتاعنا هنا التابلو معمول هنا مواد اللي فوق هنا كلها مواد سوفت تاتش الصراحه جميله جدا، مش موفرين فيها، مع تريم هنا بلاستيك. يعني هو حلو الصراحه لكن هو بلاستيك عادي كان واخد شكل لذيذ يعني. لكن طبعا احنا نزلنا على طول على المواد الرخيصه من تحت كالعاده. لكن من هنا من جنب الباب هنا في سوفت تاتش برده نفس التريم، وتقفيل جلد صناعي هنا وهنا على مساند الايد اللي هنا اللي يعني لحد ما سوفت تاتش. طب بالنسبه لهنا لا هنا هارد شويه الصراحه، هنا ناشف شويه، مسند الايدين هنا غريب شويه. حتى هنا نقل الحركه بتاعنا الاوتوماتيك متقفل برضه الجلد الصناعي. فككواليتي خلينا نشوف كده حاجه بتتهز ولا لا. كويسه، لا الحاجه كويسه ثابته مكانها كويس. بتاع دي ايه النظام يعني بتلعب حاجه بسيطه مش وحش يعني. طبعا هنا الكراسي من تاني فئه بتنزل ب قماش هنا في النص وجلد يمين وشمال جلد صناعي. طبعا والسنتر كونسول ده في الرينو كابتشر هتلاقوه كان فلوتنج شويه طاير شويه، لكن ده مبني لتحت عادي وعادي خالص واصل لغايه النص من ورا هنا. بصوا على المفتاح بتاع الرينو، تلاقي كل المفاتيح بتاعت الرينو الجديده كلها اللي هي عباره عن الشريحه دي علامه رينو من ورا، وهتلاقوا هنا اللوك والانترلوك وفتح الشنطه والاضواء بتاعتك، وليها مكان ده من هنا عشان طبعا هي بروكسيميتي سنسور، فليها مكان هنا بتحط هنا عشان وانت بتسوق. طيب كعمليه جيب الباب واخده ازازه 1.5 لتر مستريح. هنا في 2 كاب هولدر معاهم الاسنان بتاعتهم من هنا، فطبعا لو حطيت كوبايه القهوه بتاعتك نشوف بتلعب ولا لا لحد ما كويسه، لو ما بتلعبش قوي. هنا في دور تابلوه من الحجم غويط لكن هو ضيق جدا، غريب شويه الصراحه. ما هي ازازه 1.5 لتر ولا لا؟ يا دوبك اخدها يعني. هو غويط شويه. هنا في مساحه عشان تحط الموبايل بتاعك وانت ماشي. في اخر فئه بيبقى فيها وايرلس تشارجنج والار اس لاين الاثنين الصراحه. وفوق هنا هنلاقي الشماسات بتاعتنا، وهنلاقي هنا في اضاءه من فوق والمرايات بتاعتنا. طيب وضعيه السواقه بتاعتك اللي عباره الظهر هو هنا يدوي كله، فبينزل لفوق يطلع لفوق. انا قاعد اهوت فوق شايف اخر العربيه. الباك ريست عباره عن برضو مقبض بتشده كده تنزل لغايه الاخر، ممتاز الصراحه. انا بحب المقابض دي قوي. وبرده الكرسي بيطلع على ورا كويس جدا ومش طايل البدلات. المساحات الصراحه جوه كويسه، وعجله القياده بتطلع عليك وتنزل جميله جدا. التكنولوجيا طبعا المرايات بالكامل كهرباء وازاز بالكامل كهرباء. هنا في اللينكيب اسيست بتاعك، هنا في اضاءات بتاعتك تلعب في زاويتها وكده وتدفي عجله القياده. على الشمال هنا التحكم فيه الكروز كنترول والسبيد ليميتر، وكذلك برضو هنا المسافه عشان تظبط الاكتيف كروز كنترول، لان فيها اكتيف كروز كنترول هو من نفسه بيفرمل حسب ان الراجل اللي قدامك والسنسورز اللي قدامك العربيه اللي قدامك، فهو عشان يظبط المسافات لوحده على الطريق السريع. الديجيتال كوكبيت اللي قدامنا
في شويه تظبيطات والله مش وحشه. اول منيو هنا هنلاقيها، هنفتحها هنلاقي جايب لك المعلومات الرحله بتاعتك تلعب فيها من خلال الشاشه الصغيره دي، من خلال تتحكم فيها من خلال المالتي فانكشن وين على اليمين هنا، يجيب لك التريب انفورميشن بتاعتك، ثم تروح بعد كده على الاوديو، ثم النافيجيشن هنا لو نزلت شويه ممكن تخليه في النص او ممكن تخليه مالي الشاشه كلها وسيب لك بس العدادات يمين وشمال لو انت مشغل الاسبلت نافيجيشن بتاعك، فلذيذ جدا شبه شويه اللي موجود في البي ام دبليو الجديده. هنا بالنسبه للشاشه الرئيسيه البورتريه دي اللي انصحك بيها ما تجيبش اول فئه الصراحه، ان الشاشه الصغيره تبقى وحشه جدا، دي جميله جدا. هو فيها لاج شويه بسيط، لو دوست مثلا هنا على المنيوز جيب لك المنيوز بالوان، هي بيضة مع شويه الوان في الخلفيه، جميله الصراحه مش وحشه. لو دوست مثلا على النافيجيشن هنا يعني فيها لاج خفيف جدا الصراحه، محسوس الصراحه اللاج بتاعه. لو انت عايز تحط دلوقتي ديستنيشن مثلا منيو هوت وهتقول له مثلا ادرس هنا وبتكتب، بصوا في لاج شويه يعني، في لاج شويه يعني، تمام مش مشكله يعني، لكن هو كويس خلينا نقوله فوق الجيد، تمام جيد جدا خلينا نقوله، مش ممتاز، في احسن من كده من الفئه السعريه دي كانفوتيمنت سيستم. وهنا بعد كده حاطط لك الراديو بتاعك بيشغل لك الراديو، هتلاقي هنا الميوزك بتاعتك الخ من التحكمات اللي موجوده في الشاشه دي. الكار انفو مثلا دخلنا عليها اهوت جايب لك الدرايفنج ايكو اللي انت بتسوق ايه والمعلومات كلها بجرافيكس كويسه، جميله جدا الجرافيكس، لكن هي فيها لاجي شويه يعني، تمام فيها شويه تاخير شويه. ولو وصلتها طبعا عندنا هنا في الشاشه دي اندرويد اوتو وابل كار بلاي، لو وصلناهم ده شكل الاندرويد اوتو اهوت، جايب لك مال الشاشه تقريبا كلها الى الحته اللي تحت دي بالمينز اللي بتاعته، فجميل جدا الصراحه ومش هيضايقك خالص وانت بتتحرك ما بين المدينه. وتحت هنا طبعا لازم نقوم العربيه، هنلاقي هنا التحكمات في التكييف بتاعك، دول زون طبعا من هنا ومن هنا بشاشات جميله جدا في النص، ممتازه الصراحه واحساسها جميل جدا ومحبحبه كده. تحت هنا اتنين فتحتين يو اس بي، فتحه اوكس ان وفتحه 12 فولت، ومن تحت هنا الفينجر بريك وانك تقفل الستارت ستوب سيستم بتاع العربيه، وفوق طبعا اضاءات عاديه جدا، تدفئه الكراسي من هنا ومن هنا الاثنين. الكرسي من ورا زاويه فتح الباب كويسه جدا، الفتحه نفسها مش كبيره، هتتعبك حاجه بسيطه وانت بتدخل كرسي الاطفال، خاصه انها عربيه عاليه شويه، قلنا 20 سم خلوص ارضي. طيب الملاحظ في القعده هنا حاجه غريبه، هنا الكرسي ده في وضعيه السواقه او كان الراجل اللي قاعد جنبي هنا مساحه الركبه قليله جدا الصراحه، انا 162 سم وبعاني، ده بسبب ان هم عشان يضحوا او عشان يعملوا سقف الكوبيه الاس يو في، فاضطروا انهم يطولوا الشنطه ويكبروا فيها شويه، فاكلوا من مساحات الركبه الداخليه، لكن اوكي كويسه مقبوله الى حد ما، لكن مساحه الراس والله كويسه جدا، رجلي بتخش تحت الكرسي مستريح. مساحه الباب اللي هنا موجوده في جيوب الباب، في شيء ازازه 1.5 لتر اهو بالعافيه مش وحشه. تعالوا نشوف اختبار الازاز للاسف ما بينزلش لغايه الاخر، بتبقى حته صغيره من هنا، في ممسك من هنا والخطافات بتاعتها. هنا في مثلا ايدين 2 كاب هولدر ما فيهمش اي مثبتات، اعتقد لو حطيت كوبايه القهوه بتاعتك ومش غواط قوي الصراحه، فهم بص كوبايه بتلعب فمش لذيذه قوي. في 2 ايزوفيكس للكرسيين اللي هنا، المواد المستخدمه اللي فوق هنا بلاستيكيه بقى رخيصه تمام، لكن هنا في شويه جلد صناعي مع مساند الايد، هنا مساند الايد برده سوفت تاتش الى حد ما. في 2 يو اس بي هنا مع فتحه 12 فولت وفتحات للتكييف يمين وشمال. وبالنسبه للنفق اللي هنا فهو عريض جدا لكن هو مش عالي، يعني هيتعبك الصراحه شويه انت بتنقل في النص، لكن انت هتاكل من مساحه الرجلين الى حد ما للناس الجانبيه، مساحه الرجلين للناس الجانبيه. لكن الملاحظ هنا ان هو اعلى شويه لكن مش انشف قوي الصراحه، هو اوكي مقبول يعني، ممكن يبقى مقبول للكبار للمسافات اللي خلينا نقول المتوسطه او تحت المتوسطه، ولو انت قاعد ب2 اطفال كراسي فالقعده يعني الى حد ما مطاقه للمسافات فقط الصغيره. على الاسفلت تعال نشوف كده بس في وضعيه الثبات. مجرة القيادة والله لا تقيلة شوية صراحة، فيها تقل يعني، ممكن عشان تدي سواقة رياضية هنشوفه دلوقتي. طيب الموتور نقل الحركة بقى الديول كلاتش ده ايه نظامه؟ بصوا وضعية الثبات اهو، هنقفه عشان نتحرك هدوس هوبا، في اللاتشة برضه، اللاتشة بتاعت الديول كلاتش اللي معروفة جدا تمام في الصراع في الوضع الثبات، وكذلك برضه في المطلعيات هتحس بيها، هو الديول كلاتش كده، لكن هو طبعا حلاوته الديول كلاتش ان هو بيوفر اكتر من 30% عن التورك كونفرتر العادي يعني، فهو كل فكرته ان هو بس بيوفر في البنزين.
لكن اول ما بتمسك سرعات عاليه وتدوس بنزين فالسواقه كويسه جدا، ما بتحسش الصراحه بالنقلات اللي هو عامل يقول نقلت للثاني والثالث والرابع عادي خالص، ببساطه جدا شديده جدا، وما فيهوش اللاج بتاع بعض الديول كاتش الموجوده في العربيات الثانيه. طيب الرؤيه من قدام ممتازه كويسه جدا، هنا الاي بيلر صغير، انما الرؤيه من ورا هي الصراحه اللي سيئه جدا، ظرف الشباك ضيق جدا، السي بيلرز اللي ورا كبار جدا فبيديك نقطه عمياء. الحمد لله ان احنا عندنا هنا الكاميرا الخلفيه، الريزولوشن بتاعتها الصراحه على قدها خالص، ضعيفه جدا مش حاده قوي، ولكن اوكي يعني تمشيك في الركن يعني اخرها كده، يعني مش اكتر من كده. 360 الكاميرا 360 زي ما قلنا بتلاقيها بس في اخر فئه. طيب هنا بقى الملحوظ في العربيه دي خلينا نقول باختصار شديد كده، هي مش فيهاش نفس المتعه اللي موجوده في الرينو كابتشر الجيل الثاني منها. اولا هي مبنيه على نفس قاعده عجلاتها، تمام؟ فمفروض ان هي كانت قاعده عجلات تكبر شويه زي اللي موجوده في الاسترالي الجديده، عشان تبقى ماشيه او تبقى على الاقل تبقى لايقه على العربيه دي مع تقلها. العربيه مش خفيفه، 1680 كيلو، فمش خفيفه، وزنها المحمل طبعا بالسوائل يعني. فالحته دي يعني خلي بالكم بس منها، لان هي مش ممتعه، فيهاش نفس الامتاع. لو خدنا مثلا كورنر زي اللي جاي ده على سرعه عاليه جدا، فبتحس ان العربيه بيبقى فيها بادي رول عالي اهو، بس كورنر اهو بادي رول عالي وملحوظ، لا ملحوظ جدا، مش زي خالص الرينو كابتشر، ما فيهاش نفس الحديه في السواقه، ما فيهاش نفس المتعه في السواقه، نفس التحرك الجميل جدا، تمام؟ طيب بادي رول زي ما قلنا عالي جدا. نظام التعليق بتاع العربيه دي خلينا نقول هو متوسط شويه، هو كويس، انا مش مضايقني قوي كسواق جوه المدينه او بره المدينه. لما نطلع بقى على الطريق السريع ونشوف ادائها عامل ايه، ادائها عزل الصوت فيها مش حلو الصراحه، انا سامع صوت الموتور طول ما انا سايق، تمام؟ سامع احتكاك عجل، مفيش هنا هواء الصراحه بيخبط في المرايه كبير لان المرايه صغيره. بالمناسبه المرايه عندنا هنا فيها اللي زي ما قلنا البلايند سبوت مونيتور، فهجيب لك لو اي عربيه جنبك بتعدي فبيحذرك، تمام؟ يعني هي في الطريق السريع عشان هي عربيه مرفوعه، ممكن مع الهواء الشديد ممكن تلاقي في شويه لان هو النظام التعليق بتاعها ناشف، حاجه بسيطه جدا، هو زيه زي البرينو ميجان مثلا، لكن هو عشان رفعوها فنشفوه شويه يعني، فهو مايل اكتر للنشفان. نسبه اندر ستيرنج ممكن تحصل عاليه في العربيه دي، مش زي برضو الرينو كابتشر كانت احسن شويه في الحته دي، والتلامس العجل بيبقى حلو جدا على الارض، حتى لما بقى قنارات عاليه ساعات بيطلع لي كده ان التراكشن كنترول عندي بيشتغل. فخلي بالكم من الحته دي، هي مش ممتعه زي الرينو كابتشر ومش حاده زيها خالص، لكن ان توتال سواقتها كويسه. انا بس في حاجه برضو غريبه جدا، انا وضعيه السواق هنا بالنسبه لي غريبه شويه، انا رافع الكرسي الاعلى حاجه يا دوبك شايف اهو اخر الكبوت، لكن في حاجه غريبه كده، حاسس ان هو الوضعيه انا بعيد شويه عن عجله القياده، يعني ايدي مش حتى انا شديدها عندي على الاخر يعني، ما اعرفش الحته دي برضو ايه، خلي بالكم منها. اللي بيسوق العربيه اللي هيشتري العربيه دي خلي بالكم، خليه بس اعمل بس تيست درايف وشوف يعني انت هتنفعك او هتحبها ولا لا. طيب بالنسبه للتسارع بتاع العربيه دي، تعالوا نشوف كده. انا لما ادوس بنزين اهوت تتسارع بسرعه، الريفتنج عندي بيعلى كويس جدا، تمام؟ اول ما بوصل ل 2.5 او 3 اروح على طول نازل اهو عشان ينقل على الجير اللي بعده لوحده، تمام؟ مودز السواقه اللي موجوده من هنا، وبتدوس من هنا عشان تشوف مودز السواقه اللي موجوده عندك. عندنا الادسنس اللي هي العاديه خالص التظبيط بتاعك، وفي اللي هي السبورت، وفي الايكو. طيب تعالوا نحطه بقى على السبورت ونشوف تجربه التسارع بتاعتنا عامله ايه من 0 الى 100. طبعا في كل اللي بتحطه في سبورت ان هو بيزود استجابه الموتور البنزين، بيزود ضخ البنزين، وبينشف عجله القياده عشان يديك الاداء الكويس. ما بعدناش خالص عن الرقم 9.8، حاجه بسيطه جدا فرق يعني، فكويس زي ما هم قالوا بالظبط. مش اداء رياضي زي ما قلت، هي شكل رياضي جدا، لكن اداء من الاخر كده مش الاداء الرياضي او الممتع اللي انت كنت ممكن تتوقعه في عربيه اس يو في كوبيه. طيب تجيبها ولا لا؟ انصحك بيها ولا لا؟ انا شايفها مناسبه جدا يعني خلينا نقول موظف عايز عربيه اس في مرفوعه تكون ستايل جدا. الستايل بالنسبه له هو عامل الاساسي في الشراء، مساحات كويسه جدا من جوه في الشنطه، لكن في الكرسي اللي ورا مش قوي، فعشان كده بقول مش مناسبه قوي للعائلات المتوسطه او الكبيره، ممكن طفل واحد، ممكن طفلين كحد اقصى يعني. سواقتها مش ممتعه الصراحه قوي، الرينو كابتشر الجيل الثاني منها كانت احسن منها، عشان كده مش هقدر اقول انها شبابيه قوي للي عايز سواقه ممتعه، لكن ممكن طبعا شاب يجيبها عايز يجيبها بالشكل الجميل جدا بتاعها ده ويبقى مميز من بعيد،
ده اختيار كويس جدا في السوق، وسعرها خلينا نقوله متوسط بالنسبه لبقيه منافسينا. وفي الاخر طبعا تشيك ليست اهي فيها كل مختصر القناه، قارن ما بينها مختصر العربيه اسف قارن ما بينهم كل تشيك ليست اللي في قناتنا عشان توصل ان شاء الله للقرار اللي هيريحك. انت وصلت لنهايه الفيديو، اكيد عجبك اسلوبنا في تقييم العربيه الرينو اركانا. ان شاء الله عايزين نعمل لكم ريفيو لاي عربيه ثانيه قولوا لنا في الكومنتات تحت وانا تحت امركم. ما تنسوش طبعا الاشتراك من الزرار ده، ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.